صباح الخير. تعالى اما اقول لك على شويه حاجات مهمه جدا للحمام. اول حاجه، وانت بتختار سيراميك الحمام اختار السيراميك الكبير، ما تختارش البلاطه الصغيره، لان السيراميك الكبير البلاطه الكبيره بتدي احساس بالفخامه، بتدي احساس ان هي رخام، فبيكون شكلها احسن وبتوفر الهدوء والراحه في الحمام. الحاجه التانيه الاضاءات المخفيه اللي احنا بنقول عليها بيت النور، ده بيدي شياكه وبيدي طابع بالهدوء وبالراحه. حاجه تانيه خد بالك منها، توزيع الاضاءه متماشيا مع مساحه الحمام ومع شكل السقف. توزيع الاسبوتات ده مهم جدا للحمام، ويا ريت الاضاءه تكون ورم، ده بيكون اشيك جدا للحمام. المرايات لازم المرايه تكون كبيره على قد ما تقدر متماشيه مع المساحه بتاعه الحمام، اللي هي المرايه اللي فوق الحوض. الاكسسوار والزرع مهم جدا في الحمام. يعني انت مثلا لو عندك خزان دفء فبيكون في رف فوقيه، اعمل الرف دوت، حط عليه زرعتين، حط عليه اكسسوار، ده بيدي شكل احسن وافضل للحمام. شكرا.